ده خالد وده مصطفى. خالد لسه متخرّج من الجامعة ومش عارف يشتغل إيه، ومصطفى لسه مخلّص ثانوية عامة ومش عارف يخش كلية إيه، وهُم الاتنين قلقانين جدًا إن هُم يختاروا مجال مش مناسب ليهم، ويضيّعوا فيه سنين من عمرهم وبعدها يكتشفوا إن هُم مش فالحين في المجال ده. فما تقلقوش، في الفيديو ده هاقول لكم إزاي تختاروا مجال شغلكم أو دراستكم. تعالَ نتكلم عليك أنت يا مصطفى الأول. دلوقتي أنت خلّصت ثانوية عامة ومش في دماغك كلية معينة، فهادّيك سؤالين وإجابتك هي اللي هتعرّفك إيه مجال الدراسة المناسب ليك. أول سؤال هتسأله لنفسك هو إيه العلم اللي أنت ممكن تقرا عنه وتشوف له فيديوهات بعيد عن الدراسة والمنهج. إجابتك على السؤال ده تفرق جدًا في تحديد مجال دراستك. مثلًا لو أنت حد شغوف جدًا بالاقتصاد والماليات، فالأفضل إنك أنت تخش كلية علاقة بالمجال ده، سواء مثلًا اقتصاد أو تجارة، أي حاجة من الحاجات دي. وطبعًا هي مش مشكلة كبيرة لو دخلت كلية بعيدة عن مجال اهتمامك، بس أنا باكلمك في إنك لو اخترت كلية مرتبطة بالحاجات اللي أنت بتحبها، وقتها هتعرف تتفوق في دراستها وفي الشغل بتاعها بعدين إن شاء الله. السؤال التاني بقى اللي لازم تسأله لنفسك يا مصطفى، هل المجال اللي أنت عايزه ده حلمك أنت والّا حلم اللي حواليك؟ يعني أنت مثلًا عايز تخش طب عشان حابب إنك تساعد وتعالج الناس، والّا عشان المكانة الاجتماعية أو عشان أهلك عايزينك تخش طب؟ لو عشان المكانة الاجتماعية، فأنت تقدر تكتسب مكانة اجتماعية في أي مجال بمجرد ما تتفوق فيه، فسيبك من إنك أنت تسعى ورا الألقاب وتخش مجال أنت مش عايزه ولا بتفهم فيه عشان بس يتقال لك الدكتور فلان أو المهندس علان، لأن ناس كتير بتسعى ورا اللقب وبتنسى صعوبة المهنة والمسؤولية اللي فيها، ومش بيكونوا قد اللقب ده فعلًا، فبيفشلوا والمجتمع مش بيقدّرهم بعدها، وساعتها اللقب ما نفعهمش في حاجة. ونفس الكلام مع الأهل، لو دخلت تخصص معين عشان أهلك وأنت مش مقتنع بيه، فشبه مستحيل تنجح في مجال أنت مش مقتنع بيه ولا طايقه، وغير كده تفضل ندمان وهتعاني سنين كتير قدام عشان أنت تخصصت في حاجة أنت مش عايزها. فاسأل نفسك دلوقتي، هل المجال اللي في دماغك ده أنت ذات نفسك اللي عايزه فعلًا وده حلمك ونفسك تشتغل الشغلانة دي عشان الشغلانة لذاتها، والّا عايز تخش المجال ده عشان أهلك عايزين كده أو حتى عشان اللقب؟ شوف إجاباتك على السؤالين دول وبعدها هتعرف إيه مجال دراستك المناسب ليك فعلًا. كده إحنا خلصنا جزئية إزاي تختار مجال دراستك، نخش بقى على مجال الشغل. امشي أنت كده يا مصطفى وتعالَ هنا بقى يا خالد. دلوقتي أنت يا خالد هاسألك برضه شوية أسئلة وعلى أساس إجاباتك هتعرف تختار أنهي career تبدأه. أول سؤال يا خالد، هل أنت متوقع إنك تقدر تبدع وتتميز في المجال اللي في بالك؟ لو لأ أو حاسس إنك أنت تبقى موظف أو عامل عادي جدًا، مش هاقول لك سيبك من المجال ده، بس هاقول لك راجع قرارك على الأقل. تاني سؤال يا خالد، إيه هي الشغلانة اللي أنت مستعد تشتغلها لساعات زيادة عن المطلوب، بل وما عندكش مانع إنك ممكن أوقات تعمل الشغلانة دي بشكل تطوعي، يعني من غير ما تاخد فلوس؟ إجابتك على السؤال ده هي أهم حاجة هتساعدك تعرف إيه المجال اللي أنت عايز تشتغل فيه، بل هيساعدك برضه في إنك تختار مجال دراستك اللي ليه علاقة بالشغلانة دي. وعشان تعرف تجاوب بشكل أفضل على السؤال ده، لازم تبقى عارف إيه شغفك، وده كان موضوع الفيديو اللي فات اللي تقدر تشوفه من هنا، وأنصحك فعلًا إنك أنت تشوفه لأن شبه متأكد إنه هيساعدك تعرف شغفك الحقيقي إن شاء الله، اللي بالتالي هيساعدك تختار مجال دراستك أو شغلك. أما بقى لو عايز تطور من نفسك بجد وتاخد ثقتك بنفسك لحتة تانية، فشوف الفيديو ده واشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد وتستفاد منه.